عليكم، كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا معايا لا فيديو ديال اليوم. جيت نحضر معكم 4 ديال الاشكال من عجينه وحده. المذاق كتجي جد رائعه. هاد الحلوه هادي كتجي بنينه واقتصاديه. عندي هنا 500 غرام ديال الزبده حيوانيه. انا ضاعفت لهنا المقادير، ممكن ديروا غير النصف. وعندي جوج كيسان ديال السكر سنيده، وعندي جوج علاب من ياغورت. درت انا المذاق ديال البنان، ممكن ديروا الفاني ولكن البنان كيعطيها واحد الريحه ملي كتكون كطيب صراحه زوينه بزاف. وعندي 6 ديال البيضات. انا هنا ضاعفت المقادير، ممكن ديروا غير 250 غرام ديال الزبده، كاس سكر سنيده، علبه ديال الياغورت، 3 ديال البيضات وجوج خمارات. وكتعطي كميه لا باس بها صراحه. هنا غادي نخلط مزيان هاد الزبده هادي مع السكر سنيده. ممكن ديروا سكر كلاصي ولكن عادي، هنا عندي سكر سنيده انا رقيقه سنيده. نخلطها مزيان تترجع على شكل بوماد. هاد الحلوه اقتصاديه وكتجي بنينه وكتخرج كميه اللي هي صراحه كثيره. قلت علاش لا ما نشاركاش معكم. كيف ما كتشوفوا هنا انا غنعبرت لكم هنا بالنسبه للزيت عندي هنا جوج كيسان من هذا. الكاس اللي غتعبروا به السنيده تعبروا به جوج كيسان ديال الزيت. غنزيد الزيت على ديك الزبده والسكر سنيده. غادي نزيد الزلافه الثانيه مع مرش بزاف لان انا عابره بالكاس. بغيت نعطيكم القياس بالزلافه وبالكاس. صافي غنخلط مزيان حتى تدخل ديك الزيت في مع ديك الزبده والسكر سنيده. كنتمنى اللي كيشاهد القناه لاول مره ما ينساش يتابونا ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. ما تنساونيش بلي لايك كومونتير كتحفيز للقناه. وشكرا. كنحاولوا ان ندخل ديك الزيت مزيان في ديك الزبده هناك بعد شي حبيبات ديال ديك سنيده ما نطلقوش مزيان كنحيدوهم من العجين. هنا غادي نزيد ديك جوج علب ديال الياغورت. ممكن ديروا اي يعني المذاق اللي بغيتو. انا درت هذا المذاق ديال اللوغو ديال البنان كيجي صراحه زوين بزاف. وهنا غادي نبدا نزيد بيضه بيضه. كما ذكرت معكم انا هنا راني ضاعفت المقادير، ممكن ديروا غير النصف. صافي غادي نبدا نزيد هنا بيضه بيضه وانا كنخلط تندخل مزيان ديك البيض في العجينه. ومن بعد غادي ندوز باش غادي نعبر معكم الدقيق بالكاس. شحال من كاس بالضبط دخل ليا في هاد نصف الكميه ديال هاد الخليط ديال هاد الحلوه كيدخلوا فيه 8 ديال الكيسان بنفس الكاس اللي عبرت به انا الزيت والسكر سنيده. انا دابا مضاعفه الكميه، غادي نذكر لكم بالضبط شحال من كاس دخل. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف بالغرام وبالكاس. هنا انا ضفت الكاس الاول وغادي ندير الخميره ديال الحلوه. هاد العجينه ديال هاد الحلوه خصها تبقى شويه رطبه، ما نخليوهاش قاصحه. داكشي علاش انا غادي نعطيكم بالضبط شحال من كاس دخل هنا ديال الدقيق الفورس. الا كنتو غديروا نصف الكميه كيف ما ذكرت معكم 8 ديال الكيسان فقط، لان مازال غادي نسموا العجينه ديالنا. اختاروا تبقى شويه رطبه خفيفه، لان كل عجينه باش غادي نسموها غادي تزيد تشرب لينا.
العجين باش غادي تجي هي هذيك. صافي هنا غادي نجمع هاد العجينه حتى ترجع متماسكه، صافي واجده اننا نقسموها ونرجع معكم. على هاد الشكل هذا خصها تبقى العجينه رطبه بحال هكا، هي ما كتلتصقش. هي هانتوما كيف ما كتشوفوا هي رطبه وفي نفس الوقت ما كتلتصقش في اليدين. بقى كاس ما عامرش ما زدناهش على هاد الشكل هذا، لان مازال غادي نسمو العجينه ديالنا. لو كنا غادي نخدموا بها غير هكا كنا غادي نزيدوا هذا الكاس هذا، ولكن دابا غنسموها ما غاديش نزيدوا ديك الكاس اللي ما عامرش اللي بقى ديال الدقيق. صافي دابا غادي نقطعها على 4 ديال اجزاء باش غندوزو نسموها. عندي هنا كاس ديال الكاوكاو محمر مطحون غبره، وعندي هنا الكوك اللي هو الجوز الهند اللي حمرته، عندي نسكافيه وخنيشه ديال الكاكاو، وعندي بيبي شوكولا حبيبه الشوكولا غنسم بها هاد العجين. ممكن تنسموها باش ما بغيتو. اول عجينه غنسموها هاد العجينه كتجي على شكل صابلي، هي حلوه على شكل صابلي صراحه، كتجي زوينه والمذاق صراحه زوينه ما نقولكمش. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هنا كنوريكم الكوك اللي هو من بعد ما حمرته رجع هكا رقيق، داكشي ما باينش مزيان. صافي غادي ندخلو مزيان ديك الكاوكاو في العجينه، غير ماشي كنعجنو، غير كنحاولوا اننا نلموه ندخلوه مزيان في ديك العجينه، وغنديرها في بلاستيك ونحيدها على جنب ونكمل ل... هنا العجين الثاني غادي نسموه بالكوك، كيعطي صراحه حتى واحد المذاق، وملي كيتحمر واحد الريحه زوينه. اصلا العجينه غير بديك الياغورت اللي درت ديال البنان صراحه عطيها واحد الريحه. على هذا الشكل هكا كندخلوها مزيان. كيف ما كتشوفوا العجينه راها رطبه خفيفه، خليناها شويه خفيفه باش كل ما نسمنا الشكل ديال العجين كتبقى رطبه ما تجيناش قاصحه. هنا غندير الحبيبات ديال الشوكولا، نزيد شويه ديال الدقيق لان العجينه هنا رطبه والشوكولا كتذوب. هنا ضروري ملي نزيدو هاد الحبيبات ديال الشوكولا ضروري خاصنا نزيدو شويه ديال الدقيق، حيت العجينه اصلا كما ذكرت معكم خليناها رطبه وسميتو وديك الحبيبات ديال الشوكولا غادي يذوبوا غادي يخفوا لينا العجينه. هنا انا واختي كنخدموا هاد الحلوه هادي وحنا مجمعين. صافي غادي نكملوا الكره التاليه اللي مازال ممكن تنسموها بالفرماج حتى هي كتجي صراحه زوينه. كل واحد وكينسم على الذوق اللي بغا. صافي هذه كتجي بهذا الشكل هكا، غنحيدها حتى هي وغادي ندوز لاخر وحده اللي غنزينوها بالكاكاو وقهوه سريعه الذوبان. صراحه كتعطي واحد المذاق رائع، كتجي زوينه صراحه بنينه. وفي الاخير هذه غنزينوها بالشوكولا سوداء، كيتوتا الشوكولا مع الكاكاو مع القهوه. خليناها اخر وحده باش ما على حسب كيبقى كيبقى في اليدين هاد اللون الاسود ديال الكاكاو باش ما توسخش لينا العجينه الاخرى. زدت شويه ديال الدقيق لان ذوبت القهوه سريعه الذوبان، ذوبتها بشويه ديال الماء.
هنا راه خفيفه العجينه. المهم كنخدموا عندنا ميزاننا كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد ما تجمعت مزيان غادي نحيدوها في بلاستيكه وغنبداو اول وحده اللي هي ديال الكاوكاو. ديال الكاوكاو شكلناه على هذا الشكل هكا. خديت هاد الطباعه ديال الشهده اللي درناها كويرات وكنطبعوها كنديرها في الدقيق وعاد المهم اي مرشوم بغيتو الحلوه كتبقى لكم الاختيار في اي شكل بغيتو ديروا. انا كندير شكيلات اللي عجبوني وانتم لكم الاختيار. هنا كندير في الدقيق عاد كنديرها في الحلوه باش ما تلصقش ليا، ولكن من بعد غادي نرجع نطبعها على سطح العمل لان ما كيخليهاش كتبقى لاصقه كيف ما كتشوفوا معايا احسن من في يدي. على هذا الشكل هكا جاتني سهله وسريعه دغيا كتسربي. صافي هنا غندوزو، ها هي درتها في اللاطه كيف ما كتشوفوا غندخلها الفرن طيب على عافيه مهيله. هنا الشكل الثاني اللي غندير له هاد اللي غادي نطبعه بهذا المرشم هذا كيف ما كتشوفوا باش غادي نعمر ليها الوسط ديالها في التزيين. يمكن ما ذكرت معكم لكم نتوما الاختيار طبعوا باش ما عجبكم. صافي كملتها ودرتها حتى هي دخلت للفرن على داك الشكل هذا. كندوزو للشكل الثالث. سميتو ملي كنطلق العجينه كنخليها رقيقه شويه غليظه شويه على صابلي، ما نخليوهاش رقيقه بحال شكل الصابلي رقيق حيت الصابلي كيجي معروف كنخليوه رقيق بزاف. هنا كنرقوها مزيان ولكن ماشي يعني لديك الدرجه اللي كنرقو بها العجين ديال الصابلي. هذا الشكل الثالث حتى هو كنسرحوه كيف ما كتشوفوا العجينه راها رطبه ما بين جوج بلاستيكات كيف ما كتشوفوا. كنخليها رقيقه السمك ديالها باين. غادي نشكلها بهاد هذه ديال صراحه ديال القطعه ديال البطاطا فريت. بغيت نزين لها الوجه ديالها غادي نزين لها نطبع عليها الوجه ديالها كامل. من بعد عاد غادي نرشمها بهاد المربع هكا. باللي بغيتو يعني لكم الاختيار اي يعني رسمه بغيتو ديروا فيها ديروها. انا بغيتها على هذا الشكل هكا. غادي ندير العجينه كامله كيف ما كتشوفوا السمك راه ما رقيقه ما غليظه. صافي غنكمل على هذا الشكل هذا كيجيو فيه ديك المربعات صغيورين في الوسط ديال العجينه عادي الديكور. وهذا العجين الشكل الاخير اللي بالكاكاو والقهوه سريعه الذوبان. سرحته حتى هو رقيق لا هذا رققته شويه على هذا الشكل هذا وطبعته بديك من بعد ما طيبت الحلوه كامله دزت باش غادي نبدا تزيين. هنا ستفتها من بعد ما طابت خليتها اصلا هنا في اللاطه ديالها كندهن الوجه ديالها بالمربى ديال المشماش وغادي ندردر عليها كاوكاو كونكاسي. ها هو من بعد ما حمرته شويه خدا داك اللون مذهب راه غير ما باينش مزيان مع الليل. دابا غادي كنزين الحلوه دهنت لها الوجه ودرت لها الكاوكاو كونكاسي محمر والشوكولا دايبه. هاد الحليوه ممكن تخليوها يعني ديروا لها غير خطوط من الشوكولا على هاد الشكل هذا. هي اللي العجين ديالها نسمناه بالفيرميسيل ديك الحبيبات ديال الشوكولا. انا زدت ليها صراحه واحد المذاق واحد التعليكه ديك المربى مع الكاوكاو كونكاسي مع الخطوط ديال الشوكولا واصلا العجينه ديالها مسمى بديك بيبي شوكولا صراحه جات زوينه بزاف. وغندوزو للشكل الثاني نزينوه عاوتاني. كيف ما كتشوفوا جات على هذا الشكل هذا. شفتوا كيفاش جات صراحه زوينه وبنينه. هذا الشكل الثالث ديال الشهده اللي غادي نزينوه بشوكولا بيضاء دايبه. غنزين له غير النصف ديالو وغادي نحطو فوق ورق الطبخ. ها هي من بعد ما ذوبته وغادي نغطس كل نصف ديال وحده غنحطها هنايا على هذا الشكل هذا.
وكندردروا على وكندردروا عليها هنا الأخت ديالي اللي كدردر عليها الكوك محمر. أنا كنغطس النصف ديال الوحدة في الشوكولا البيضاء، كنزينوها. ممكن تغطسوها في الشوكولا البيضاء النصف ديالها وتخليوها هكاك. ممكن تزينوها باش ما بغيتو زدنا ليها الجوز اللي هو الكوك محمر. صراحه عطاها واحد المذاق، واحد البنه، لان العجين ديالها اللي هو اللي زيناه يعني العجينه ديال هاد الحليوه هذه اللي زيناها بالنصف شوكولا هي درنا فيها كاوكاو في العجين ديالها، نستمنا ليها العجين ديالها بالكاوكاو. صراحه جات المذاق زوينه بزاف. صافي غادي نكملوا هاد التزيين الشكل الثالث على بنفس الطريقه حتى نساليو الكميه اللي عندنا وندوزو اخيرا للشكل الرابع. انا هنا طحنا ليه في هشوار البسكوي ديال الكوك، صابلي ديال الكوك. هنا نكملوا كاع هاد الكميه اللي عندي. المهم صراحه عطات واحد الكميه اللي هي وفيره، ممكن نديرو غير نصف العجين اللي درنا حنا، راه غادي يعطي كميه لا باس بها. هنا راه عطا كميه كثيره صراحه. صافي بقينا على هذا الشكل هذا، ولكم الاختيار في التزيين، ممكن تزينوها باش ما بغيتو. هنا من بعد ما نشفات الاضاءه صراحه ما عطاتهاش حقها، صراحه جات زوينه. باينه هنا بحال اللي ما درتلاش شوكولا بيضاء. كان هنا الشكل الثالث كنعتذر ماشي الشكل الاخير. هنا الشكل الثالث درت هاد النوغا اللي صابتها الكركاع على حسب الكميه اللي عندكم. انا هنا درت الزبده والكركاع والكاوكاو مطحون وشويه ديال الكوك محمر والعسل، تقريبا 3 ديال المعالق، وخليتهم غلاو حتى نشفوا مزيان. وها نتوما كتشوفوا كنعمر بهم الوسط ديال هاد الحليوه هذه، جاو على هاد الشكل هكا. هذه العجينه ديالها خلينا يعني منسمه غير هي اللي نسمناها صراحه، ما عقلتش باش نسمناها هاد العجينه. ومن بعد دوزت ليها خطوط ديال الشوكولا، صراحه جات زوينه بزاف. هذه العجين ديالها اللي نسمناها بالكوك محمر. صافي زينتها على هذا الشكل هذا. ممكن ديروا شوكولا بيضاء تخطوا بها. انا كان عندي دايب شوكولاته سوداء كتجي على هذا الشكل هذا، صراحه كتجي زوينه وبنينه. واخيرا ها هو الشكل الاخير عاد بان دابا من بعد ما طحنت ليه البسكوي ديال الكوك ديال الكوك. طحنته في الهشوار. هنا طحنته مزيان وغادي نخلطو مع الشوكولاته السوداء، كيعطي واحد التعليكه اللي غنلاقي بها هاد الحبات ديال الحلوى. وممكن تلاقيوهم يعني تلاصقوهم بنسلي كراميل او حليب كراميل. هنا انا درت هاد البسكويت صراحه كيعطي واحد المذاق، واحد التعليكه، كيجي زوين حتى في الشكل والمذاق ديالو كيجي زوين. هنا طحنته مزيان غبره وغنضيفوا الشوكولا وغادي نخلطو مزيان وغادي نبدا نلاصق الحبات كاملين ونرجع معكم. بحال هاد الشكل هكا كندير شويه نلصق كل حبه مع حبه كيف ما كتشوفوا. غادي نلصق الحلوه كامله وعاد نرجع باش غادي نغطسوها في الشوكولا دايبه. صافي هنا من بعد ما لصقت كل حبه مع حبه كيف ما كتشوفوا معايا، ممكن تغطسوها في شوكولاته بيضاء، ولكن انا كنفضل السوداء لان هي مخدومه بالكاكاو والقهوه، والمذاق ديال القهوه كيتواتى مع الشوكولاته السوداء. صافي هادو مشكيلات ديالنا بربعه.
اللي زينا وحضرنا معاكم. كنتمناو ينالوا الاعجاب ديالكم. صراحه المذاق ولا الشكل كيجيو زوينين هاد الحليوات هادو. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. في وصفه قادمه ان شاء الله.